فيلمنا بيبدأ مع راجل اسمه توم وهو بيستخدم الشنيور وبيحاول يسرق خزنة فيها فلوس. وفي اليوم اللي بعده بتقول الأخبار إن تم سرقة 658 ألف دولار، والشرطة ما عندهاش أي دليل أو معرفة عن الشخص اللي سرق الفلوس. وبتلاقي بالأخبار الحرامي باسم حرامي الدخول والخروج، وبيكون توم ارتكب 6 جرائم خلال الشهر اللي فاتوا، ومحدش عارف ولا يتعرف عليه أو يمسكه، وبيكون سرق مبلغ قيمته حوالي 9 مليون دولار. وبيروح لشركة بتتيح للزبائن إنهم يخزنوا أي حاجة عندهم في الخزاين بتاع الشركة. وهناك بيقابل توم بنت اسمها أني، وبيطلب منها إنه يأجر خزنة في الشركة ويبقى عايز يعمل ده عشان فيها الفلوس اللي هو سرقها، وما بيخليش أني تعرف عن موضوع الفلوس. ولما بيتكلموا الاتنين مع بعض بيلاقي توم نفسه بيقع في حب أني، وفي نفس الوقت تبقى أني شايفة توم راجل وسيم وبتاع في حبه هي كمان. وبعد سنة توم وأني في علاقة، ويخليها تجيله شقة معروضة للبيع وهو الاقتحام، وبيمثل ده بيته. ولو المكان عجبها أو هل هي عايزة تعيش معاه ولا لأ، وبتكون أني معجبة بمنزل الشقة بس بتكون مترددة. وبترفض طلب توم بعد لما بتقول له إنها لسه متطلقة من فترة. بس توم بيعرف إنه يقنعها أخيرا وبتوافق إنها تعيش معاه. وفي اليوم بيروح لشغله في قسم الشرطة، وبيبقى معاه كلب. ولما بيدخل الاسم بيتكلم مع بيكر مديره وبيقول مار إنه هو هيطلق مراته، وإن مراته هتخليه يحتفظ بالكلب بتاعها. وبيقول لها كمان إن مراته اختارت إنها تحتفظ بالبيت بدل ما تحتفظ بالكلب. وبيكون توم في فندق ويفضل في حاجة لحد لما بيرفع سماعة التليفون وبيتصل بالشرطة وبيتعرف لهم وبيقول لهم إنه هو حرامي الدخول والخروج، وبيكون عايز يسلم نفسه. بس مايرز وبيكر ما بيصدقوش بسبب انهم مؤخرا استقبلوا مكالمات كتيرة من نفس بيدعوا انهم حرامي الدخول والخروج. وبيوعدهم توم انه هيرجع كل الفلوس اللي هو سرقها على شرط انهم ياكدوا له انه هياخد حكم مخفف مش اكتر من حبس لسنتين، وانه هيكون مسموح لاي حد انه يزوره في اي وقت. ولما بيسأله هو ليه عايز يسلم نفسه بيعترف انه عايز يفضل مع انهي حبيبته لباقي حياته، اي خوف اي احساس بالذنب بسبب اللي عمله في الماضي. وبيكون بيكر لسه مش مقتنع، وفك الكرتون بيضيع وقته أو يهزر معاه. وبيروح بيكر الاتنين الضباط نيفيز وهول وبيأمرهم إنهم يحققوا مع توم بخصوص ادعاءاته. وبيعدي يومين على توم ولسه محدش من الشرطة وصل له عشان يسلم نفسه، فبيتصل توم بالشرطة هو بيشتكي لمايرز وبيقول له إنه حاسس بالإهانة بسبب تقنية بحرامي الدخول والخروج، لأن ده يقلل من مكانته كحرامي محترف. وبعد المكالمة بيوصل الضابطين نيفيز وهول الفندق اللي توم متواجد فيه، وعشان توم يقنعهم إن الحرامي بيقول لهم على دقيقة جدا من عملية السرقة اللي هو ارتكبها. وبيقول له إنه بيذكر على سرقة البنوك الصغيرة من المدينة، والخزنة بتاعته بتكون قديمة وسهل إنها تنفجر، وإن لازم يكون موجود مكان خالي أو مهجور جنب البنك عشان توم يعرف يستخدم حتة المبنى للدخول البنك. بعد لما بيعمل فيها ويدخل من خلالها، وبعدين لما ينفجر الخزن وبيسرق كل الفلوس اللي فيها وبيخفي كل آثاره، وبيبقى تصليح الحيطة وتحميرها من الإسمنت ومعجناتها بمعجون الدهان ودهنها كمان. وبسبب إن الضباط مش عايزين يقتنعوا بيه ويتفقوا معاه على أي حاجة من غير دليل، فبيقول لهم توم على المكان اللي بيخزن فيه، واللي بيكون نفس المكان اللي عين بيشتغل فيه. ولما بيروح للمخزن بيتفاجئوا لما بيشوفوا صندوق مليان فلوس، وبيكون ده إثبات كافي لهم إن توم كان بيقول الحقيقة. بس نيفز يبقى طماع وعايز يختفي كل الفلوس لنفسه، ويبقى هو اللي مش موافق على اللي بيعمله، وبيقول له إنه شخص صالح وإنه ده ضد مبدأه. ولكن نيفز بيقتنع إن دي فرصة بتيجي في العمر مرة واحدة، وبيستوعب هول إنه محتاج فلوس عشان يصرف على عيلته ويلبي احتياجاتهم، فبيوافق هو ينضم لنيفز. ولما بيشيل الاتنين الصناديق اللي فيهم الفلوس وبيحط في عربية بتروح لهم إني بسبب إنها شافتهم على الكاميرات المراقبة ومش عارفاهم مين، فبيكتب الاتنين عليه وبيقولوا له إن أصحاب قدام لتوم، ومن الأيام لما كان بيأيدي خدمتهم في القوات الجوية. وبيتحرك الاتنين بالفلوس وبيخزنوا في خزنة نيفز، ويتراجع لتوم في الفندق. وفجأة بيطلع نيف المسدس بتاعه عشان يضرب بيه توم وعشان ينقذ نفسه، فبيقول لهم إن الفلوس اللي هم لقوها مجرد تلت الفلوس اللي هو سرقها مش كلها، وبيبقى عايز يقول لهم على المكان اللي فيه باقي الفلوس. ولكن فجأة بيظهر بيكر وبيقاطعهم بعد لما جه الفندق ومن غير أي سبب، وبيضرب نيفز نار على بيكر وبيقتلوه وبيتخانقوا مع توم. وبيتخانق توم مع نيفز بالضرب وبيقعوا الاتنين من خلال الشباك للشارع، وبتشوفهم أني من الشارع وبتكون مصدومة لما بتشوفهم وهم بيتضربوا مع بعض. وبيخلي توم ديفيز يفقد الوعي وبيهرب مع أني بسرعة بالعربية، وبيفوق نيفز وبيتحرك مع هول عشان يقبضوا على توم. بس بيعرف إنه يهرب ويدخل الجراح، وبيوصل للجراح بس لما ما بيلاقيش أي شخص هناك بيسرق توم عربية تانية في الجراح وبيهرب من الشرطة الفاسدين، وبيتحرك مع أني عشان يروحوا لمكان آمن. فبتكون آلي حاسة بأي حاجة
مريبة بتحصل وبتطلب منه إنه يقول لها الحقيقة، وينزل الاثنين من العربية لملعب الأطفال وبيقول لها توم على الحقيقة. وبتكون آني حاسة بالإحباط لما بتعرف ماضي توم الإجرامي، فبيقول لها توم إنه بات بفصل من الشركة صناعة المواسير وبسبب أوضاعه المادية المدنية، وبيطلب توم بدأ يرتكب جرائم السرقة من بعد ما توم سرق الملايين الدولارات من صناديق معاش الموظفين، وأنه توم سرق البنك اللي المدير كان مخزن فيها فلوسه. وبيعترف توم لآنا أن السرقة خلته يعيش حياة جديدة، ولكنه قرر أنه يبطل السرقة بعد لما قابلها وبتبدأ عن الناس السوداء المعاناة اللي تمكن من الشبكة تجاهه بتسمحه أخيرا. وبيعترف عليها أنها تسافر من المدينة عشان يبقى خايف أن الشرطة ممكن تطاردهم. وبيقول توم أنه حيفضل في المدينة وهيبذل كل ما في وسعه عشان يثبت إنه بريء من قتل بيكر. وبيوصل مايلز للفندق وبيتصدم لما بيشوف بيكر ميت على الأرض، فبيستوجبه بايمس للضابط نيفز عشان يعرف إيه اللي حصل لبيكر. وكما هو متوقع بيكذب الاتنين وبيقول له إنه توم هو اللي ضرب نار على بيكر وقتله. وفي تاني يوم بيكتشف مايلز ونيفرز وهالوين توم كان ضابط في حربية سابق وكان اختصاصه في المتفجرات، وتوم كان شاطر جدا. فبيقرر التلاتة إنهم يروحوا للقاضي عشان يعرفوا منها أي معلومات عن توم. وبعد دقايق على توم بتقول لهم إنها عندها تسجيلات كاميرا المراقبة في مخزن، واللي هيثبت براءة توم وأن نيفز وهول هم اللي سرقوا الفلوس. وبيطلع إنين ما سرقش لسه وموجود في المدينة وما سمعش كلام توم وما بترضيش تتخلى على حبيبها، بس توم يبقى خايف عليها وبيقول لها إنها ترتكب أي جرائم وبيطلب منها تبعد بسرعة للمدينة. وللأسف قبل ما تلحق إنها تتحرك بيظهر نيفز في الشركة وبيهاجمها وبتحاول إنها تضربه وبيتعرض للمقص على رجليه، بس نيفز بيكون أقوى منها وبيضربها وبيخليها تفقد الوعي. ولما بيطلع مسدسه عشان يقتلها وهي على الأرض تدخله له وبيمنعه من ده، بس بياخد الفلاش اللي عليه التسجيلات من جيب آني. وبيوصل توم متأخر للشركة وبيشوف حبيبته على الأرض فبيقلق عليها وبيتحرك بيها بسرعة وبيروح للمستشفى وبيبقى متعصب جدا. وبيتصل بالضابط وبيمثل نيفز إنه ما هاجمش على آني وإنه ما يعرفش أي حاجة. ويبقى مايرز في عربية وسامع المكالمة اللي ما بين نيفز وتوم، ويبقى صبر توم نفد وبيوعد نيفز وهول إنهم هينتقم منهم على اللي هم عملوه. وبيقفل المكالمة ويبقى توم سارق عربية نقل وواقف عند إشارة المرور بيشوف ضابط هناك وبيتعرف عليها عشان توم بقى مطلوب للعدالة. فبيقرر الضابط إنه يطير توم عشان يقبض عليه. وبيعلن نيفز وهول بالوضع وبيتحرك الاتنين وبينضموا هما كمان للمطاردة. وبعدين لما بيعرف توم انه يهرب من الضابط بيشوف نيفز وهول وبيعتمد توم انه يخبط عربيته في عربيتهم، فبيزرع العربيتين مع بعض وبيطلع نيفز بالمسدس ويضرب نار على عربية توم. بعد عدة ما بيعرف توم في النهاية انه يهرب منهم وبيشوف في الشارع وينزل في عربيته وبيطرده عشان يقبض عليه. وبيتخانقوا الاتنين مع بعض لحد لما توم بيترمي المسدس من جيبه اللي كان سرقه من هول. وبيوجه توم المسدس لمايلز وبيقول له على الحقيقة اللي حصل وإن نيفز هو اللي قتل بيكر وما بيصدقوش. وبعد لما اقتنع بكلامه وبيرجع توم المسدس لمايلز وبيهرب من قدامه. وبالليل بيروح للمستشفى عشان يقتل ألي لكنه ما بيعملوش ده لما بيشوف إن مايلز موجود وقاعد جنب آلاف أوضته. وفي اليوم التاني بيتكلم مايلز مع نيفز بخصوص توم وامبارح، بس نيفز بيكدب تاني. وبيشوف مايلز وهول وبيرجع له المسدس اللي توم كان سرقه منه. وبالليل بيقتحم توم بيت هول ويهاجم فجأة وبيندم هول على كل حاجة هو عملها. فبيقرر انه يسلم تسجيلات الكاميرا المراقبة لدوم. وفي النهاية بيحذره هول من رغبته نيفز في تلاقي وهي في المستشفى. فبيتحرك توم بسرعة وبيجري المستشفى وبياخد أنا حبيبته من هناك وبيروح بها لمكان آمن. وفي تاني يوم بيستخدم توم خبرته لما كان في البحرية وبيصنع قنبلة وهو بيتكلم مع أني في الأوضة. فبتقرر إنها تنضم لتوم وتساعده في اللي هو هيعمله. وهو بيروحوا الاتنين مع بعض البيت ونيفز اللي توم زرع فيها قنبلة جواه في السر. وبيتصل توم على بيته وبيقول له القنبلة في البيت. ولما بيفعل توم القنبلة بيلحق نيفز إنه يهرب بسرعة من البيت قبل الانفجار بلحظات لحسن حظه. وبيركب العربية وبيتحرك بسرعة وبيقابل مايرز أنهي المخزون وبيتوري له أنهي باقي الفلوس اللي تقوم سرقتها عشان تخلي يثق فيها. وبيروح للخزنة اللي فيها الفلوس وبيلاقي هناك توم اللي قابض على هول وواخد رهينة. وبيبقى نيفز متعصب جدا بسبب إن هول يخونه ومتحيز لتوم وبيحاول هول
إنه ينهي كل اللي بيحصل الأمور لمسارها، بس بيبقى متكبر وبيضرب وبيطلع المسدس وبيحط المسدس في ظهر هول وبيضرب نار اتجاه توم، وبيموت هون لما الطلق بيعدي على جسمه. وبيعرف نيفز إنه يهرب بعد لما أخد الفلوس اللي في الشنطة، ولكن لحسن الحظ يبقى توم عنده خطة احتياطية. فبيتصل نيفز وبيقول له إنه هو زرع قنبلة تحت كراسي القيادة بتاع عربية نيفز، وإن القنبلة فيها جزاز استشعار وهتنفجر أول لما نيفز بيقوم من على الكرسي أو يعمل أي حركة بسيطة. ويبقى مفيش قدامه أي حل تاني غير إنه يركن العربية ويستنى الفريق المتفجرات عشان يطلع مفعول القنبلة. وبيوصل فريق المتفجرات بعد دقايق وبيفحصوا القنبلة وبيطلع إن القنبلة مزيفة، وإن توم خدعه ووقعوا في الفخ. ولما بيشيل الفلوس المسروقة بيكون مايرز موجود وبيقبض متلبس الرجالة إنهم يلاقوا القبض على نيفز. وبيطلع توم كان حاطط موبايل في بنطلون هول، والموبايل كان بيسجل الحديث اللي كان قايم ما بينه وما بين نيفز لما قتلوه، وإن نيفز هو اللي اعترف فيه بكل حاجة. وبيبعت لهم تسجيلات المايرز اللي أخيرا بيصدق توم بعد لما سمع التسجيلات. وبالليل عند القسم تروح أنابيل مايرز وبتكلم معاه، وبيتصل توم على مايرز عشان يسلم نفسه للشرطة. وبيظهر توم وبيودع مايرز إن هيعمل كل اللي في وسعه عشان يضمن لتوم حكم مخفف في السجن. وبيخلص فيلمين على كده، ويا رب يعجبكم.